اكتر حاجه ممكن اقفل بيها حتى الموضوع، انا واحد مثلا ما بحبش السوشي، هل مجبر ان انا احبه؟ ده لو اتقال لي ايه يعني. عمرك كنت شايف حد كويس ومجرد ما الناس كلها شافته وحش انت كمان شفته وحش؟ دي ظاهره منتشره جدا، مش معناها بالضروره انك ضعيف الشخصيه او منافق او كده، بس بتمثل قد ايه الانسان بيتاثر بالمجموعه اكتر مما يتخيل. ففي كذا حاجه بتحصل في نفس اللحظه. اول حاجه منهم انك بتخاف من الرفض الاجتماعي، مخك بيعتبر ان خساره قبول المجموعه اللي حواليك اهم بكتير من انك تتمسك برايك اصلا. فتاني حاجه بتنتج عن ده حاجه اسمها الكونفورميتي، او اللي هو الامتثال للمجموعه، ان بمجرد ما الناس او المجموعه اللي معاك بتقول على الشخص ده وحش، مخك على طول بيقول على الشخص ده وحش، حتى لو ما عندوش اصلا دليل على ده. على طول بتخش بعدها فكره التحيز التاكيدي. مخك بعد ما بيتاثر بكلامهم بيبدا فعلا يدور على اثبات ان الشخص ده وحش، حتى بعد ما كان شايف ان في حاجات كويسه. لكن في حاجه مهمه جدا، لو رايك اتغير لانك اكتشفت معلومه جديده او شفت تصرفات مختلفه فده طبيعي وصحي جدا. اما لو رايك اتغير لمجرد ان الناس حواليك شافت راي مختلف فده غالبا عشان ساعات بيبقى صح، غالبا بيبقى قرار مش نابع من قناعتك، وفي نفس الوقت بيبقى خوف من العزله. تعال نعمل مع بعض تجربه كده دلوقتي. لو انا بقول لك انت مفيش غيرك دلوقتي على الكوكب ومفيش حد هيحكم عليك، هل هتفضل نظرتك للشخص هي بنفس الطريقه ولا هتبقى مختلفه؟ لو فاعرف ان المشكله هنا في ضغط المجتمع عليك. مش معنى كده انك ما تاخدش براي الناس او إن انت ما تبصش لاراء الناس اللي هي يعني مختلفه عنك، لا بص وتراجع وكل الكلام ده. إن غالبا الناس بتشوف حاجات انت مش بتشوفها، بس مش دايما. الفكره هنا انك تبقى عندك الطابع الشخصيه بتاعتك، ما تلغيش شخصيتك، ما تلغيش ان انت قناعتك بالحاجه، ان انت تشوف حاجه من وجهه نظرك برضه، ما يبقاش دايما كل حاجتك اعتمادها على الناس هي اللي شايفاها لك. ده كده اهم حاجه يعني. اكتر حاجه ممكن اقفل بيها حتى الموضوع، انا واحد مثلا ما بحبش السوشي، هل مجبر ان انا احبه؟ ده لو اتقال لي ايه يعني. ده انت ازاي انت ما بتحبش السوشي؟ انت ايه مش فاهمني؟ ما بحبوش.